بص يا سيدي، بتبدأ قصتنا في قاعة محكمة. موقف شبه أي جريمة قتل لسه مفتوح فيها التحقيق. وكان في راجل اسمه جاستن قاعد وسط ناس كتير ومشارك كواحد من هيئة المحلفين، والمفروض إن الهيئة دي مجرد إجراء روتيني علشان يسمعوا الأدلة ويقعدوا يتناقشوا مع بعض شوية وفي الآخر يطلعوا لنا بحكم في القضية. لكن جاستن أول ما بدأ يسمع تفاصيل الجريمة حس بحاجة غريبة. دماغه بتتقل وحاسس بضغط رهيب، وفجأة بيقوم من مكانه يروح للحمام وبيبدأ هناك يرجع. طب ايه اللي حصل وليه رد فعله ده؟ محتاجين نرجع مع بعض شوية ورا بالأحداث، وهنعرف إن جاستن ده مجرد راجل عادي بيشتغل كاتب في مجلة، وكان عايش حياة سعيدة مع مراته، ومن سنتين بس عرف إنه أخيرا هيبقى أب بعد سنين من جوازهم. وكان هو ومراته مستنيين طفلهم ده بفارغ الصبر، لكن للأسف بتحصل المصيبة وبتخسر مراته وابنهم في حادث غريب. ومن وقتها وجاستن دخل في دوامة اكتئاب وحزن، وزيه زي أي حد بيدور على مهرب من مشاكله بدأ يزود في الشرب ويروح لبارات كل ليلة تقريبا. وفي مرة من المرات وهو قاعد بيشرب لوحده في البار شاف خناقة بين اتنين، وواضح إنهم حبيبة بس في مشاكل ظهرت ما بينهم، وبدأ صوت الخناق يعلى وكل واحد فيهم كان شايل من التاني ومعبي. وبعدها بتسيبه البنت وتمشي وهي مخنوقة تروح لحال سبيلها. جاستن وقتها مداش الموضوع أهمية ولا حاول يعرف ايه الحكاية، هو أصلا كان غرقان في مشاكل ملهاش نهاية. بس وهو راجع بعربيته بتجيله رسالة من مراته على الموبايل، وبشكل لا إرادي مد إيده عشان يفتحها. وهنا طبعا كان حس بخبطة العربية، ومع صوت الفرامل قلبه وقع في رجله ونزل بسرعة يشوف ايه اللي حصل. لكن المفاجأة إن مفيش حاجة. طب ازاي هو متأكد إن شيء خبط العربية؟ دلوقتي ملوش أي أثر على الطريق. ساعتها جاستن أقنع نفسه إنه غالبا خبط غزالة أو أي حاجة من الحيوانات اللي بتعدي على الطريق في الوقت ده من السنة. وحاول يهدي نفسه ورجع البيت، ومراته كانت في استقباله وحضنته قعدت تهدي شوية. وعدى الوقت بتاع سنة كده ولا حاجة، كانوا هم بدأوا يخرجوا من حالة الحزن اللي في حياتهم، وحياتهم تقريبا رجعت شبه طبيعية، حتى إن ربنا بيعوضهم بحمل جديد. لحد ما في يوم الصبح جاستن استلم استدعاء رسمي من المحكمة ومطلوب منه يحضر كجزء من هيئة المحلفين في جريمة قتل. ولما راح المحكمة لقى في أشخاص كتير زيه كلهم مرشحين يكونوا أعضاء الهيئة، بس مش الكل بيتقبل لأن في شروط معينة زي إن عمرهم ما كانوا على علاقة بالضحية أو الجاني أو حتى القاضي والمحاميين. وعلى أساس الشروط دي بيتم اختيار 12 عضو للهيئة، وتم اختيار أخونا جاستن كواحد منهم بعد ما اتأكدوا إنه سليم عقليا ومطابق للشروط. وبتبدأ قاعة المحكمة ومساعد المدعي العام فيس بدأت تشرح تفاصيل الجريمة، وبتنزل التفاصيل على جاستن زي صواعق البرق. الجريمة كانت عن شاب وبنت اتخانقوا في ليلة ممطرة في واحد من البارات، والبنت اختفت بعدها لحد ما لقوا جثتها في مكان قريب من البار. وجاستن مع الكلام ده بدأ يحس بدوخة والدم يهرب من وشه. وبنفهم من باقي الكلام إن القضية دي صعبة جدا ومعقدة، الأدلة اللي معاهم مفيش فيهم دليل واحد مباشر على الجاني. لكن وبعد السنة كاملة من تحقيقات الشرطة استقروا على شخص واحد كمتهم رئيسي، واللي هو يبقى مايكل حبيب الضحية. ومن وجهة نظرهم مايكل هو اللي عنده الدافع الأكبر يعمل كده، وجميع الأدلة غير المباشرة بتقول إن هو. وكان كل اللي في قاعة المحكمة قاعدين مركزين قوي في التفاصيل إلا أخونا جاستن اللي باين على وشه إنه كان في عالم تاني. وفي اللحظة اللي بدأوا فيها يعرضوا صور الحادثة والمكان والتوقيت إحساسه بالشك بدأ يزيد، هل ممكن يكون له علاقة بالقضية دي؟ هو كان فاكر إنه خبط غزالة، طب إيه يضمن له إنها مش حاجة تانية؟ ومن كتر ارتباكه واحد من المحلفين لاحظ إنه مش طبيعي وسأله إذا كان كويس أو لأ، فحاول إنه يقول له أي كلام زي إنه عنده حساسية من صور الجرايم. وبعد ما الجلسة بتخلص ما استناش حتى يروح البيت، وطلع على مكتبه وفتح الكمبيوتر وبدأ يدور على إجابة السؤال اللي شاغل تفكيره: لو حد خبط حد بعربية ومشي إيه ممكن يحصل؟ وبدأ يقرأ الإجابة كأنه بيتفرج على مصيره. وبعد كام يوم بدأت جلسة المحكمة التانية،
والمرة دي كان في شهود جدد زي أصدقاء الضحية وصاحبة البار اللي حصل فيه الخناقة والمتسلق اللي لقى الجثة. وبالرغم إن شهاداتهم كلهم مفيش فيهم واحد قال إنه شاف مايكل بيقتلها بعينه، لكن كلهم مقتنعين إنه أكتر واحد عنده الدافع يعمل كده، خصوصا بعد الخناقة اللي حصلت قدامهم. وهنا بيدخل الطب الشرعي على الخط وبيأكد إن سبب وفاة البنت كانت صدمة قوية ناتجة عن ارتطام عنيف. يعني ببساطة في حد خبطها بحاجة قوية، عربية مثلا، وجاستن مع كلامه قلبه وقع في رجله وكل حاجة حواليه بقت مشوشة. وقبل ما الجلسة تخلص دخل آخر شاهد، وكان راجل عجوز ويبقى من سكان المنطقة اللي لقوا فيها الجثة، والمفروض إن ملوش علاقة مباشرة بالجريمة، لكنه في الليلة اللي حصلت فيها الجريمة تحديدا صحي على صوت رعد، وبالصدفة لمح عربية واقفة في الضلمة وسواقها كان بيتمشى حواليها كأنه بيدور على حاجة. فبتسأله فيس المدعي العام بصوت واضح هل المتهم موجود في القاعة؟ الراجل العجوز بص حواليه ومد صباعه وقال اللي هناك ده. فجاستن ولسان حاله بيدور عليا بيدور عليا نزل يعمل انه بيربط الجزمة، لكن المفاجأة ان الراجل طلع بيشاور على مايكل. نايس، طلع غبي. والقاعة كلها اتحركت والمحققين بصوا لبعض كأنهم خلاص قفلوا القضية. أما جاستن فكان عنده مشكلة أكبر بكتير، وعلشان كده وقبل الجلسة التالتة راح لمحامي وبدأ يحكي له القصة بشكل غامض كأنه يعني بيتكلم عن واحد صاحبنا. والمحامي سمعه وفكر شوية وبعدها قال له بصراحة انت او صاحبك في ورطة كبيرة يا ابني، انت لو اعترفت حياتك انتهت. لأن جاستن كان مشهور عنه زمان إنه بيشرب كتير، وكان معروف في كل دوائر الشرطة إنه ساعات بيعمل مشاكل بسبب شربه ده، زائد إنه كان في البار ليلة الحادثة. فلو اعترف أكيد هيستخدموا كل ده ضده ويتحول الاتهام من حادث غير مقصود إلى جريمة قتل عمد، وساعتها ممكن يتحكم عليه ب30 سنة في السجن على الأقل، طبعا من غير ما يشوف ابنه. فبيقرر جاستن إن مفيش اعتراف ولا هيسلم نفسه ولازم يكمل المسرحية دي للآخر. وبدأت الجلسة التالتة، والمرة دي المتهم مايكل بنفسه تم استجوابه وشرح قصته وحكى فيها عن اللي حصل مع حبيبته وعن المشكلة اللي دارت بينهم، لكنه أكد على حاجة واحدة بس، إنه بعد ما مشي من البار أخد عربيته ورجع للبيت وكان ناوي يصالحها في تاني يوم كعادة العلاقة ما بينهم، لكنها ببساطة كانت اختفت. ومن باقي الكلام بنفهم إنه مش شخص نضيف بنسبة 100%، لا ده كان راجل زبالة ومعروف عنه الفساد وشارك كتير في شغل وعمليات مع العصابات، يعني عمره ما عمل حاجة كويسة في حياته. فبالنسبة للمحكمة الشخص بالمواصفات دي هو المجرم المثالي للجريمة. وأخيرا بنوصل لمرحلة الحسم وهي حكم هيئة المحلفين، والموضوع كان ببساطة إنهم هيجمعوا آرائهم ويشوفوا مين فيهم شايف مايكل مذنب ومين لأ، وواحد ورا التاني بدأوا يرفعوا إيديهم إنه مذنب، لكن كان لسه في صوت متردد من أصل ال12، مش بس لأنه كان مقتنع ببراءة مايكل، لا ده الموضوع أعمق من كده بالنسبة له. ضميره عمال يصرخ مصير راجل بحياته كاملة مرهونة على كلمته. فبعد تفكير كتير قرر إنه يتحايل على الموضوع وقال إننا مش لازم نستعجل في الحكم يا جماعة، أصلا مش من حقنا نحكم على حياة راجل من غير ما نتناقش في الأدلة كاملة وبجدية. وده كان سبب كافي علشان يأجلوا القرار ويبدأوا النقاش. وفعلا ظهرت مشكلة في القضية، حاجات المحكمة ما اهتمتش بيها. أول حاجة مثلا إن الراجل العجوز اللي قال إنه شاف المتهم مين يضمن إن هو شافه فعلا؟ وقت كلامه كان في مطر والدنيا ضلمة، ده غير إن في الظروف العادية أصلا الرؤية بتكون صعبة بسبب الشجر. كمان في واحد من المحلفين كان عضو شرطة متقاعد وقال إن الشرطة ساعات بتعرض صور المتهمين على الشهود قبل ما يطلبوا منهم يتعرفوا على الجاني، وده بيبقى ليه تأثير على قراراتهم. تاني نقطة واللي كانت أسوأ حاجة بالنسبة لجاستن هي سبب الوفاة. الطب الشرعي قال إن البنت ماتت بسبب صدمة عنيفة، لكن الشرطة وطول سنة كاملة من التحقيق ما لقوش أداة الجريمة، فمين قال إن حد ضربها وماتت؟ ما ممكن تكون حادثة عربية. وجاستن أول ما سمع الكلمة دي اترعب ومن ارتباكه وقع كوباية نسكافيه على زميله وبدأ يسأل نفسه هو إيه اللي أنا عملته ده؟ طب ما كنت أروح أسلم نفسي أسهل بقى. المهم إن الشرطي المتقاعد أخد الفكرة على محمل الجد وقرر إنه يفتح التحقيق وبنفسه، وبدأ يجمع سجلات تصليح العربيات اللي حصلت يوم الحادثة واليوم اللي بعده، لأن لو فعلا الموضوع حادثة عربية يبقى أكيد كان في ليها تصليح. وفي نفس الوقت راح لمكان الجريمة يدور على أي دليل جديد،
وهنا الكارثة، لأن الشرطي لاحظ إن جاستن بيتتبعه وشاف عربيته هناك في المكان. وبعد أسبوع اتقابلوا تاني في المحكمة، ووقف قدامه الشرطي وسأله: أنت كنت بتراقبني ليه يا ولا؟ جاستن اتوتر من سؤاله ورد بلخبطة كده وقال إن المحلفين ممنوع يحققوا بنفسهم في القضية، وأنا كنت عايز أقولك كده بس. الشرطي معلقش على كلامه، لكنه بهدوء طلع ورقة من جيبه وكانت سجل تصليح العربيات، وقال إن بعد تحرياته ولمدة أسبوع أصبح مشتبه في 15 عربية بس، ومنهم عربية جاستن. اللي بدأ يحس إن الدنيا وقفت وجسمه اتخشب، خلاص اللعبة قربت تخلص. المفاجأة بتطلع إن الشرطي ما كانش بيوجه له اتهام، بالعكس ده كان عايز مساعدته، وقال له: أنت راجل ذكي وخلينا نعرف الحقيقة سوا. لكن وعلى عكس كلامه، جاستن ما حسش قوي بالأمان، لأن الموضوع خرج عن السيطرة والتحقيق بدأ ياخد منحنى خطير، أي خطوة غلط ممكن توديه في داهية. فحاول إنه يتخلص من الأوراق دي وعمل إنها وقعت منه بالغلط، لكنه بيقع في شر أعماله، وبتشوف الشرطية وهو بيرميهم وبتاخدهم الاتنين وتروح بيهم على القاضي. والنتيجة كانت استبعاد الشرطي من هيئة المحلفين بسبب تجاوزاته لما بدأ التحقيق بنفسه. أما جاستن فطلع منها بتحذير شفهي بس. وقبل ما ينسحب من القضية، الشرطي بيوجه كلمة أخيرة للمدعي العام بس، وبيقول إنهم بيدوروا في الاتجاه الغلط، الكل مركز على إن مايكل هو المشتبه فيه الوحيد بدون ما تفكروا في أي احتمال تاني للقضية. وكلامه فعلا فضل شاغل تفكيرها كتير. على كل بنرجع لهيئة المحلفين مع دخول عضو جديد ليهم، وبدأوا النقاش من تاني، والمرة دي في طالبة من كلية الطب ما بينهم بتلاحظ حاجة غريبة في تقرير الطب الشرعي، وقالت إن الكسور اللي في كتف الضحية مش سببها إنها وقعت على الأرض أو من مكان عالي نسبيا، الأكيد إنها صدمة قوية وغالبا نتيجة حادثة عربية. ولما بيراجعوا ورق السجلات اكتشفوا إن مايكل ما كانش من ضمن الناس اللي عملوا صيانة لعربيتهم وقت الحادثة. وبعدين في واحد من المحلفين قام ورسم خريطة بسيطة لمكان الجريمة، وبيحدد فيها مكان الراجل العجوز اللي قال إنه شاف منها المتهم. وبشوية حسابات أثبت إن دي مسافة بعيدة جدا، مع الجو الممطر والرؤية الضبابية ممكن قوي العجوز يكون شاف شخص تاني. وبدأت الأمور تتلخبط أكتر، ونتيجة التصويت بقت 6-6، نص شايف مايكل مذنب والنص التاني بدأوا يشككوا في كل الأدلة. على الناحية التانية، فيس قررت إنها تمشي ورا كلام الشرطي المتقاعد، وبدأت تدور على أدلة مختلفة. وأول خطوة راحت تسأل أصحاب العربيات اللي عملوا صيانة، بعدين بتروح لبيت الراجل العجوز اللي ادعى إنه شاف مايكل. وبعد تحقيق بسيط اتضح إن الشرطة عرضت عليه صورة لمايكل قبل ما يطلبوا منه يتعرف على الجاني، لكن فيس كانت محتاجة دليل أقوى، وقررت تكمل بحث وبتروح لبيت جاستن، وبتتقابل مع مراته وبتسألها عن حادث تصليح العربية اللي حصل السنة اللي فاتت. فردت عليها مراته وقالت إن جوزها كان سايق وخبط غزالة على معبر بريمستون واضطر إنه يصلح العربية. فاستغربت فيس ورفعت حواجبها وقالت: أنت متأكدة إنه كان على معبر بريمستون؟ يعني مش طريق أولد كوري اللي حصل فيه الجريمة؟ مراته بتسكت للحظة تفكر، لكنها بترجع تهز راسها وقالت: لا، معبر بريمستون. وكان السؤال اللي بيدور في دماغها وقتها وهي بترد: ليه المدعي العام بيسأل عن المكان ده بالتحديد؟ والسبب إن فيس ما قدرتش تربط بين الحادثة وجاستن والمعبر هو إن العربية أصلا متسجلة باسم مراته، فجوز الست دي بالنسبة لها دلوقتي شخص مجهول. المهم إن وقت ما بيرجع جاستن البيت، كانت أول حاجة بتسأل عنها مراته: أنت عملت الحادثة دي فين؟ فعلا على معبر بريمستون؟ وهنا اتجمد جاستن في مكانه، والزمن وقف بيه من سؤالها، وحاول انه يبان طبيعي وهو بيجاوب، لكنه فشل، وكان واضح انها مش مصدقة كلامه بالكامل، بس اختارت انها تعمل عبيطة علشان ما تواجهش الحقيقة. وكآخر حل قدام هيئة المحلفين، قرروا انهم يروحوا يعاينوا مسرح الجريمة بنفسهم، وبتوافق القاضي على اقتراحهم بس بشوية شروط. صدقني مش مهم نقولها، المشكلة الحقيقية إن بعد سنة من الأمطار والرياح أكيد كل الأدلة اللي ممكن تساعد كانت اختفت. وهنا بيجي واحد من المحلفين وبيسحب جاستن على جنب واتكلم معاه بهدوء وقال: بص، هو صحيح مفيش حد قادر يوصل للحقيقة، بس ده مش معناه إن مايكل شخص نضيف بالمرة. صدقني إنه تخلى عن حبيبته في مكان زي ده وفي عز المطر، ده يقول إنه شخص أوسخ من الوساخة. مش بس يدخل السجن عليه، ده يتعدم رميا برصاص. وهنا جاستن استوعب حاجة مهمة جدا: هو ليه عايز يحرق نفسه علشان يبرأ واحد زي مايكل؟ ليه أصلا يهدد حياته وأسرته علشان حاجة زي كلمة العدالة؟
والأول مرة يحس إنه عارف هيعمل إيه. وفي الجلسة الأخيرة هيئة المحلفين صوتوا بالإجماع إن مايكل مذنب بتهمة القتل المتعمد، وأعلنت القاضية نهاية المحكمة وإن الحكم هيكون في الجلسة الجاية. وبيستقبل مايكل الحكم ده بصمت رهيب وبارد. وبتمر الأيام وبتولد مراته بنتهم الأولى، والبيت اتملى بالضحك والسعادة والحياة الجديدة. لكن جاستن كان دايما حاسس بالذنب والخوف، خصوصا مع كل مرة يسمع فيها صوت عربية شرطة. بتفضل دماغه تودي وتجيب وتتخيل أسوأ السيناريوهات. وأخيرا بيجي اليوم اللي المحكمة هتعلن فيه عن الحكم النهائي، واتحكم على مايكل بالسجن المؤبد مدى الحياة بدون أي فرصة للإفراج عنه. والقاعة كلها كانت هادية إلا من صوت القاضي. ووقتها بس كانت بتبص حواليها ولاحظت نظرات الندم في عيون جاستن، فعلى طول عملت بحث سريع على الإنترنت وهنا فهمت كل حاجة. وبعد الجلسة بتقرر إنها تواجه جاستن بالحقيقة بطريقة غير مباشرة. وقالت كلام مبهم شبه إن ساعات الحقيقة ما بتكونش زي ما إحنا متخيلين. مش صح يا أخويا؟ فرد عليها بكلام أكثر إبهاما وقال مش دايما الحقيقة معناها العدل، وإن حبس راجل مؤذي أحسن من حبس واحد صالح وتدمير أسرته. ده غير إن وظيفة الشخص المسؤول هتكون على المحك لو الحقيقة ظهرت للإعلام، بمعنى إنه بيهدد بس إن الحقيقة ممكن تدمر حياتها المهنية. بعدين بيسيبها وقام كمل في طريقه. وبعد أيام بيرجع يقف قدام قبر الضحية وبيقدم لها الورد كاعتذار عن اللي حصل، وحاول يقنع نفسه إن دي النهاية وكل حاجة خلاص تمام. لكن شوية وباب بيته بيخبط، ولما فتح الباب، بمعنى إن النهاية مفتوحة لخيالنا والحق واضح، القانون مش هيظلم بريء بس برضه مش هيسيب مذنب يهرب من العقاب. ومن اللحظة الأولى الفيلم ما كانش هدفه أبدا يداري الحقيقة، لكن طرح سؤال أعمق بكتير من مجرد فكرة مين القاتل. الصراع الحقيقي بدأ لما البطل أدرك إن هو الجاني، ومن هنا دخلنا بدوامة تساؤلات أخلاقية. العدالة هي مجرد تطبيق للقوانين، ولا العدالة الحقيقية هي اللي عشانها نتجاوز القانون ونحقق الإنصاف؟ دايما مفهوم العدالة بيتغير على حسب نظرتنا ليه. هل لو انت كنت مكان جاستن هتواجه الحقيقة ولا تختار تحمي نفسك على حساب شخص تاني؟ وفي نظرك القانون وحده كفاية عشان يحقق العدل، ولا العدل دايما محتاج ضمير حي أكتر من مجرد أحكام مكتوبة؟ وبكده يا عم نكون خلصنا حكايتنا، واوعى تنسى بقى تدحرج المسا علينا، ويلا يا عم سلام.